1 من كل 3 على مستوى العالم، يعني انت بتتكلم في تلت سكان الارض مرة او مرتين على مدار حياتهم مروا او هيمروا بشلل النوم او ما يسمى الجاسوم. ولو دورت على مقدمة مناسبة لحلقة الجاسوم مش هلاقي انسب من اني احكي تجربتي الشخصية. انا واحدة من الملايين دول، واللي بيحصل معايا كالاتي: بصحى من النوم او بيتهيالي اني صحيت بلاقي نفسي مشلولة شلل تاني، لازقة في السرير حرفيا. عيني بس اللي بتتحرك، دماغي تقيلة ووجعاني جدا من كتر ما انا بقاوم بدون اي فايدة. نور الأوضة بيبقى ضعيف جدا، أقل بكتير من إضاءته الطبيعية، كنوع من الإثارة والتشويق وإثارة الرعب والفزع وكده. يعني ساعات بيتهيألي إن في حد موجود معايا في الأوضة وبحاول أندهله بس بدون أي فايدة. الوضع ده بياخد ثواني وساعات دقايق، وكل ما طالت المدة كل ما كنت في حالة رعب لا يرثى لها. وكل اللي مسيطر على تفكيري وقتها إن دي قوة خارقة مسيطرة عليا ولازقاني في السرير كده. وأخيرا بصحى من النوم وبشكر ربنا إنه طلع كابوس للمرة المليون. بس دماغي بتبقى وجعاني جدا، يعني انا كنت بقاوم بجد. بس الغريب بقى ان عيني بتيجي على نور الحمام، واللي اكيد بيكون مطفي، وده سبب مشكله ازليه بيني وبين جوزي اللي دايما بيغفلني ويطفيه. بس ده مش موضوعنا، احل انا مشاكلي بعدين. موضوعنا: هل الجاسوم ده فعلا قوه خارقه مأثره علينا كده، ولا الموضوع ليه ابعاد تانية؟ سكان الباركود، لايك وشير وسبسكرايب لو بتتابعني على اليوتيوب، واستنى عشان لازم احكي لك. شلل النوم أو ما يعرف بالجاسوم موجود في كل مكان في العالم، موجود في الشرق زي ما هو موجود في الغرب، بيحصل للستات زي ما بيحصل للرجال، مش مرتبط بدين أو ثقافة أو جنس أو جنسية، بس اختلفوا في طريقة حدوثه. هنلاقي مثلا في اعتقاد في الفلكلور الصيني الشرقي ان الفار بيسرق انفاس البشر بالليل، وده بيساعده انه يبقى اقوى ويزيد من عمره وقدرته انه يتحول لانسان خلال فترة الليل. وهتلاقي الفار من دول قاعد جنب وش حضرتك او تحت نفسك كده بالظبط. وفي بعض المعتقدات الشعبيه السائده في نيوفنلندا وكارولاينا الجنوبيه وجورجيا ان الجاسوم او شلل النوم هو عفريته بتغادر جسمها بالليل وتروح لاوضه الضحيه وتكسم على نفسه، وانها بتستمتع وهي بتشوف ضحيتها في حاله رعب نتيجه لوزنها الغير مرئي وهي طابقه على نفس الضحيه. وفي تركيا سموه كربسان، وبيقولوا انه كائن خارق اسمه الجن، ويروح لأوضة الضحية ويشله في مكانه ويبدأ يخنقه. وهنلاقي في تايلاند بيقولوا إن اسمه في ام، وليه رسومات هزلية كتيرة جدا. وفي باكستان عرفوا شلل النوم أو الجاسوم إنه نوع من أنواع المواجهة مع الشيطان. وفي البادية بيقولوا إنه الشيطان ومش بيمشي إلا لو موجود حد صاحي جنبك ويطلب منه إنه يسيبك ويمشي. ومن حوالي كم قرن، تقريبا سنة 1781، هنلاقي إن الفنان الأنجلو سويسري هنري فوسيلي رسخ الجاسوم في لوحاته، وكان عبارة عن سيدة نايمة وغرقانة في النوم وإيديها مدلدلة وفي كائن أسطوري بيكسم على صدرها، وعمل منه أكتر من وصف في أكتر من لوحة. وفي بعض المعتقدات التانية واللي منهم مصر بيقولوا إن شلل النوم أو الجاسوم ده كوابيس أو شيطان بيتسلط على الشخص أثناء نومه، بيكسم على صدره ويعطل حركته ويمنعه إنه يتنفس ولا يتكلم ولا يستنجد. وعلى فكرة ده كله مصحوب بهلاوس سمعية وبصرية وشمية ولمسية مرعبة، والنوبة دي بتستمر لثواني أو دقايق معدودة. ولو جينا نشوف رأي الدين هنلاقي إن رجال الدين اختلفوا، رغم إنهم قالوا إن الجاسوم لم يذكر بشكل واضح وصريح في القرآن أو السنة. فبعضهم شافوا من منظور شرعي وقالوا الجاسوم هو الكابوس أو الشيطان الخانق أو مس مؤقت نتيجة للتقصير في الصلاة والأذكار اليومية. والبعض التاني شاف إن شلل النوم وراه أسباب علمية بحتة وملوش علاقة بمس شيطاني أو قوة خارقة. نيجي بقى الرأي العلمي. العلم قال إيه؟ بيقولوا إن خلال النوم المخ بيبعت إشارات لعضلات الجسم إنها تكون في حالة ارتخاء كامل والإنسان نايم، عشان لو حصل وحلمت إنك بتجري أو بتطير أو بتتخانق ما يحصلش ان عضلات الجسم تمثل اللي بيحصل في الحلم فتأذي نفسك او تأذي اللي نايم جنبك لا سمح الله. وان النوم بيمر ب5 مراحل، وان الجاسوم ده بيحصل في المرحله الرابعه او في الثلث الاخير من النوم، في مرحله اسمها حركه العين السريعه او الREM. واللي بيحصل ان من وقت للتاني بيحصل اضطراب، ان المخ بيصحى من مرحله حركه العين السريعه بس لسه ما بعتش اشارات للجسم ان هو يتحرك. ولما تلاقي نفسك في حالة وعي كاملة وانك مش عارف تتحرك وده على اختلاف طبيعتك فبتخش في حالة من الرعب، والحالة دي بتسبب لك الهلاوس السمعية والبصرية والحسية واللمسية، وتبتدي تشوف وتحس وتسمع حاجات مش موجودة أصلا. وطبعا ده ليه أسبابه العلمية، انك مثلا مش واخد قسط كافي من النوم، أو بتعاني من عدم انتظام من النوم، أو انك بتاخد أدوية نفسية ووقفتها من نفسك، أو حصل تغيير مفاجئ في نمط حياتك، أو انك عايش في حالة من القلق والتوتر لأي سبب.
وفي النهايه نقدر نعتبره ان اضطراب عصبي او من اضطرابات النوم. ومهم تعرف ان الجاثوم مش خطير ولا حاجه، ما سمعناش ان حد مات من الجاثوم او اتلبس لا سمح الله، هي بس ظاهره انك مش نايم كويس او عندك قلق وتوتر بتعاني منه. وهنلاقي ان رجال الدين والعلم اتفقوا في انك تردد اياتك واذكارك اليوميه وتواظب على صلواتك، لان ده بدوره بيديك سلام وراحه نفسيه وبيخفف من حده القلق والتوتر اللي بتعاني منه. وانك تتجنب النوم على الظهر، واثناء الجاثوم حاول انك تحرك عينيك ولسانك حتى لو بتوهم نفسك لحد ما النوبه دي تعدي على خير. وبكده يكون البركود قال لك على الحق وابن عمه، وانت في ايدك تقرر مين في دول الحق ومين ابن عمه. بس قبل ما تقرر تعال نفكر مع بعض بصوت عالي، لو فعلا الجاثوم ده شيطان او قوه خارقه، ليه بيجي لنا واحنا نايمين مش واحنا صاحيين؟ هل هو يعني جبان لدرجه انه جاي لي وانا في لحظه ضعف؟ ليه؟ هو انا هقدر اعمل ايه وانا صاحي ما اعرفش اعمله وانا نايم؟ هغزه مثلا؟ اكيد لا. كل اللي هقدر اعمله وانا صاحي ان انا هستعيذ بالله واردد الايات اللي فيها ذكر الله واللي بتحصلني منه، وده نفسه اللي انا عملته وانا نايم وقت الجاثوم، لاني في حاله وعي كامله، عضلات جسمي بس هي اللي ما بتتحركش. ها فكرت؟ طب قررت؟ بقول لك ايه، ما يجراش حاجه لو سبت نور الحمام منور وانت نايم. حلمكم سعيده، اشوفكم في حلقه جديده.